السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. النهاردة يا حبايبي معانا فيديو جديد، بس قبل ما نبدأ اي حاجة كده متعودين مع بعض بنصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. تعاد عليكم الايام دي بخير، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم. والله وحشتوني اليومين اللي فاتوا وبتوحشوني كل دقيقة، لان انا بحبكم في الله، ربنا ما يحرمنيش منكم. تعالوا بقى يا حبايبي مع بعض كده نشوف عملنا ايه. شايفين الفرش ده اللي احنا كنا فرشينه في العيد؟ دلوقتي يا حبايبي اهوت احنا رابع يوم العيد، هنلم بقى الفرش ده علشان خاطر ما يتبهدلش كده، وهنعينه وهنفرش الفرش التاني اللي احنا كنا فرشينه معاكم. دايما يا حبايبي كده الحاجة تتعمل نضيفة علشان خاطر ما تتبهدلش وكده. اهو شايفين يا حبايبي اهوت لميته وهكنس وهمسح بقى يا حبايبي، وجايبه خلطة كده للبلاط علشان يا حبايبي مكان ما كنا دابحين وكنت مصورالكوا، كنتوا شايفين المنظر كان عامل ازاي وكان فيه دم وكده. علشان خاطر ما يبقاش في ريحة في البيت، كل يوم لازم بجيب كلور والخلطة اللي انا بجيبها ديت للبلاط وامسح علشان خاطر الدم مكان ما كنا دابحين، عشان ما يبقاش فيه ريحة. لازم يا حبايبي كده يكون البلاط ريحته حلوة علشان الشقة تبقى ريحتها حلوة. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصلوك كل الفيديوهات بتاعتي الجديدة. شايفين يا حبايبي اهوت وانا بمسح لازم انا اخلي الخلطة ديت كده توصل للبلاط كله علشان خاطر ما يبقاش فيه ريحة وكده. احنا مش حابين يا حبايبي الريحة، لو في ريحة وحشة بتبقى يعني البيت ريحته مش حلوة وكده، لا احنا مش عايزين كده. شايفين يا حبايبي اهوت وانا بمسح وهوريكم بعد ما مسحت، وهعمل معاكم كده اكله جميله النهارده اول مره اعملها معاكم. بس اهم حاجه لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصل لكم كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. شايفين يا حبايبي بعد ما مسحت البلاط كله اهوت هرجع بقى تاني انشفه معاكم، لا اما مش هسيبه كده يعني، هلم اللمية ديت كده وهنشفه حلو علشان خاطر يبقى البلاط ما ريحته ما تفرشي، ما يبقاش فيه ما يكمكمش يعني، والريحه تبقى وحشه برضو كده. بحبكم في الله والله يا حبايبي، وبحب اشارككم معايا في كل حاجه، ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب، ما يحرمنيش من تعليقاتكم الجميله دي. شايفين يا حبايبي المنظر اهو بعد ما عملت، منظر مش عايزه اقول لكم كان عامل ازاي، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم. اهو شايفين يا حبايبي اهوت لازما اوصل الاميه كده بالخلطه ديت للبلاط كله، هرجع لكم بقى تاني بعد ما نشفت البلاط. كل حاجه والله سهله وبسيطه، انه بس كده وما تكسليش وانت هتلاقي كل حاجه في ايدك سهله وبسيطه. شايفين يا حبايبي بعد ما نشفت البلاط اهو ما شاء الله البلاط بيلمع ازاي. الخلطه ديت يا حبايبي بتديكي لمعه على البلاط حلوه خالص. اهوت ما فيش حاجه بتتعب والله يا حبايبي، الشغل ما بيتعب. دايما ست تقول بيت الراجل زي الجامع، لو خدمت فيه بذمة ربنا يرضيك. ما تفكريش ان اللي انت بتعمليه دي هيروح، لا هيبقى لك في الاخره، يبقى لك حسنات في الاخره وربنا يرضيك ويهديلك اولادك ويخليهم لك وما يحرمكيش منه. بكفايه يا حبايبي دعوه حماك وحماتك، قومي بس كده وانتي بصي هيدعولك دعوه كده هتلاقي نفسك قمتي وما حسيتيش بالشغل. اما انتي يا حبايبي بتشوفي الشغل بعد ما بتخلصوا، حتى لو تعبتوا شويه بس لما بتشوفي الشقه نطفت كده بتحس براحه يعني. ربنا يخليكم ويدوكوا الصحه يا رب. تعالوا بقى نخش بعد ما فرشت اهوت، شايفين المنظر جميل معاكم ازاي؟ هو برضو الفرش ده حلو يعني مش وحش، بس دوك احنا عاينينه يا حبايبي للعيد علشان ايه دايما تكون الواحدة معدلة كده، لازما يكون عندها فرشين، تفرش فرش في الايام العادية والعيد. كل سنة وانتم طيبين بيبقى برضو ده عيد، وكل سنة وانتم طيبين لازما يكون فرش جديد وكل حاجة جديدة. تعالوا بقى نخش هنعمل معاكم النهاردة حبة بامية كده حلوين والله يا حبايبي كانوا يستاهلوا بقكم. شايفين اهوت ما شاء الله كان عندنا شوية بامية كده، وعندنا يا حبايبي بيحبوا البامية بفول، بيحبها فول ايه الفول دي ام حنين بتبقى والله يا حبايبي طعمها حلو خالص. ادينا اهو جبت بصلاية على النار وولعت اهو، وحطيت حلة وحطيت فيها البصلاية وهديها تشويحتين كده، وبعدين هنزل بالطماطم. لا يا حبايبي مش هنزل بالطماطم، انا بنزل بالبامية الاول قبل الطماطم زي ام حنين هتشوفوني دلوقتي وهتشوفوا الطريقة اللي انا اعمل لكم بيها دي. حبايبي كانت علقت اهوت على الفراخ والبط
ما شاء الله كان اكل زي العسل. دي انا احمر البصلة اديها تشويحتين كده، وبعدين هنزل بمعلقة هريسة توم، وبعدين هخرط القرنين الشطة والفلفل اللي انا موريهم لكم دول، وبعدين يا حبايبي هنزل عليهم بالبامية. تنزلوا بالبامية قبل الطماطم يا ام حنين؟ يا حبيبتي جربوا الخطوة ديت، والله العظيم مش هتبطلوا تعملوها كده على طول، والله بتبقى عسل يا حبايبي، بتبقى طعمها جميل ومسكرة وبتبقى زي العسل. شايفين اهوت يا حبايبي بعد ما نزلت بالبامية اهوت ما شاء الله لا قوة الا بالله. وبعدين هديها تقلبتين كده وهنزل عليها بالطماطم. وبعد يا حبايبي ما انزل بالطماطم هكون انا بلة الفول ده شوية علشان خاطر ما يبقاش ناشف معاكي ويغيب في الطيبان. انا كنت يا حبايبي بلاه بقى من قيمة يعني ايه قبل ما اعمل الاكل كده بساعة، وهنزل كمان بالفول اهوت ما شاء الله علشان خاطر يبقى كله ايه يعني زي بعض ويستوي مع بعض. لو انت حطيت الفول هيبقى ني. شايفين اهوت يا حبايبي ما شاء الله لا قوه الا بالله. بعد ما حطيت كله اهوت والله يا حبايبي كانت شويه باميه كده، والله مش قادره اوصف لكم كانوا جمال ازاي. شايفين ما شاء الله بعد ما اتسبكت اهي والله العظيم يا حبايبي كانت زي العسل. تعالوا بقى مع بعض كده هنعمل حبه رز بشعريه. تعالوا نشوف الطريقه هنعملها ازاي، وايه اللي يخليلك الرز بتاعك يبقى مفلفل وحلو. شايفين يا حبايبي ما شاء الله. واتحطيت الحلة على النار وهنزل بيها بحبة زيت، وبعدين هنزل بالشعرية. انا بحبش يا حبايبي احمر الشعرية قوي علشان خاطر لما الشعرية بتبقى متحمرة قوي بيبقى الرز بتاعي غامق وما بيبقاش حلو، واحنا مش عايزين كده اهوت. شايفين بقى الحلة بتاعت الفراخ بعد ما البط يا حبايبي واللحمة بعد ما غليت، احنا عاملين يا حبايبي بط وفراخ علشان خاطر اللي ما بياكلش البط ياكل لحمة، واللي ما بياكلش اللحمة ياكل البط. دايما بنبقى عاملين كده ايه صنفين علشان خاطر اللي مبياكلش دي ياكل ده. شايفين يا حبايبي ما شاء الله لا قوه الا بالله. الرز بعد ما استوى انا يا حبايبي ما صورتلكوش ايه كل لقطه علشان خاطر انا بعمله معاكم على طول، وانتوا يعني انتوا عارفين الطريقه، والله يعني انتوا بتعملوا احسن مني، بس انا بحب اشارككم معايا في كل حاجه. ربنا ما يحرمنيش منكم، ربنا يخليكم لي يا رب، يجعلكم يجعل ايامكم كلها عيد سعيد، ربنا يبارك فيكم. شايفين يا حبايبي المنظر ما شاء الله بعد ما غرفت. شايفين البط حمرته في الفرن ما شاء الله زي العسل، والرز والبامية يا حبايبي ما شاء الله كل حاجة زي العسل تستاهل بقكم. شايفين دي يا حبايبي اهوت اللحمة ما شاء الله لا قوة الا بالله، والشوربة طعمها زي العسل. والله يا حبايبي انا بحب اشارككم معايا في كل حاجة لان انتوا اخواتي كلها، بحبكم، ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب، وما يحرمنيش من تعليقاتكم الجميلة. شايفين يا حبايبي منظر الاكل ما شاء الله لا قوه الا بالله. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصلوك كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. والله يا حبايبي يعني منظر ما شاء الله. سموا الله بس كده واذكروا الله كتير في الكومنتات علشان خاطر يوصل لي اي حاجه. انتوا بصوا لو في اي حاجه مش عاجباكوا او اي طريقه مش عاجباكوا في اللي انا بعمله عادي اكتبولي في التعليقات عادي، احنا اخوات ما فيش اي مشكله. والله يا حبايبي بصوا المنظر زي العسل. ربنا يا رب يطمنا عليكم ويجعلكم ايامكم كلها عيد يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الف سلامة يا حبايبي، ربنا ما يحرمنيش منكم.